الإنكار. يعني أنا كافر بألوهية المسيح على سبيل المثال، أكفر بها يعني أنكرها. والتوحيد الإسلامي لا يصح إلا بالكفر. إزاي؟ الله سبحانه وتعالى يقول فمن يكفر بالطاغوت، يبقى في كفر، ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذا كلمة كفر دي أنا مش بخوفك بيها ولا برهبك بيها ولا عاوز إن أنا أهددك، لا، ده شيء طبيعي. أنا كافر بالطاغوت. فإذا لو حاضر اسمعك يا ساكن، لو الموضوع بالنسبة لك إنك عندك طعن في آية موجودة في كتاب الله، بالمناسبة هذا شأنك. يعني ايه شأنك؟ يعني عادي. طب ما هو المسيحي يطعن في كتاب الله، والملحد يطعن في كتاب الله. لكن المشكلة عندنا انك تيجي تقول انا مسلم وبطعن في كتاب الله. يعني ازاي؟ يعني ازاي؟ الكلام ده مبني على انك حكمت، يعني عندك حكم مستقر في نفسك. لكن لو عندك اشكال احنا نجاوبك. سامعني يا سكن؟ فطبعا انا ما اعرفش ايه اعتقادك ولا ايه افكارك، فهنسمع منك ان شاء الله. دي النقطة الاولى. النقطة الثانية مسألة ان انا ادخل غرف الملحدين وغرف غير المسلمين الذين يسبون القرآن والنبي كل ما هو اسلام. انا هسألك سؤال بسيط وتجاوبني على التكست لانه مش محتاج مايك. لو سيادتك دخلت لنا بكرة الغرفة وانا قمت واخد المايك شتمت ابوك وشتمت امك، ايه رد فعلك؟ يا تيكن ايه رد فعلك؟ انت حضرتك دخلت عندنا هنا ولقيتني انا مش حد تاني، انا بتكلم، انا ادمن في الغرفة ودخلت قمت ماسح. بص طبعا انا مش قصدي، انا اقصد ان انا بضرب مثال. جبت كل سلسلة العائلة الكريمة وما سبتش فيهم واحد الا وذكرته بافظع الالفاظ، ايه رد فعلك؟ انا مستني في صوت. هل في صوت يا جماعة؟ في صوت. طب الاستاذ ما بيردش عليا، انا عايز كلمة واحدة. بالطبع سيكون رد قدر ايوه الرد ازاي يعني؟ هتدافع يعني؟ انا استغفر الله، ده على سبيل التمثيل. انت حضرتك دخلت فانا بقول لك انت ابن زنا. والله انا مش قصدي ان انا اقول عنك الكلام ده، يعني حاشاك انك تكون كده. في موقف زي ده انت هترد عليا؟ يعني مثلا هتقف تقول لي ايه الدليل ولا هتعمل ايه؟ يعني رميت اباك وامك بالفاحشه، هتعمل ايه؟ هترد عليا قدر المستطاع ازاي؟ حلو. وتفضل قاعد معانا يعني بعد ما اقول لك الكلام ده وانت تقول لي حسبي الله ونعم الوكيل، ايه اللي هيحصل بعد كده؟ هتفضل موجود معانا؟ ما ترد عليا يا استاذ تيكن، رد عليا. هتفضل موجود معانا؟ انا بعد ما سببتك وقذفت اباك وامك هتفضل موجود معانا؟ لا اله الا الله. هو ما بيردش ليه؟ اذا سمعت شبهات ارد عليه. ايوه انا بقول لحضرتك موضوع الحوار اليوم ان انا جايب سلسلة النسب بتاعت سيادتك، اب وام وجد جد، ونازل فيهم سب وقذف. ده موضوع الحوار. هل عند حضرتك رد؟ يعني انا هاخد المايك هقول لك والدك كذا ووالدتك كذا وجدك كذا وجدتك لابيك وامك كذا وعمامك كذا، حضرتك هترد عليا؟ دي اسمها شبهات بالنسبة لك؟ اللي انا بقوله ده اسمه شبهات بالنسبة لك؟ ده بالنسبة لك اسمه شبهات؟ الله عجيب والله. رد عليا يا استاذ.
اللي انا بقوله ده بالنسبة لك شبهات لما اطعن في عرضك وعرض ابيك وامك واهلك كلهم؟ ده بالنسبة لك اسمه شبهات؟ رد عليا، قول لي شبهات يا فندي، رد. اذا كان الامر عندك مشتبه ارد عليه. ايوه، يعني حضرتك هتقعد معايا ترد على عرض ابوك وعرض امك وهتبرهن وتدافع عن عرض ابيك وعرض امك، وبعد ما نخلص عرض ابيك وعرض امك ننتقل لعرض اجدادك واحد واحد؟ هتقعد ترد عليهم وتجيب الادله وانقطك بقى كل شويه واكرر على ودانك الكلام ده؟ عجيب والله. تصدق ان انت كذاب يا استاذ تكن؟ كذاب. لان انت لو ماشي في الشارع وواحد وقفك قال لك يا ابن كذا، ممكن تجيب اي حاجة في الشارع وتموته بيها، او ممكن تفسخه بايديك الاتنين لو شتم والدتك. طب ينفع والدتك تكون قاعدة جنبك وانا بتكلم معاك في الكلام ده؟ يعني مثلا الست والدتك المحترمة الفاضلة، اللي انا مش بقول الكلام ده والله سخرية، بل هي محترمة ان شاء الله وفاضلة ويعني مسلمة ومؤمنة، هل حضرتك لو دخلت مكان ووالدتك بتسمع معاك، وايه موضوع الحوار النهاردة تيكن يا ابني؟ ده والدتك بتقول لك كده، موضوع الحوار النهاردة يا ماما ان هم بيحللوا شخصيتي وسلسلة النسب بتاعتي، وانا بثبت لهم ان انا ابن زواج شرعي ولست ابن زنا. هتعمل فيك والدتك ايه؟ تخيل كده، ممكن تكتب لي والدتك هتعمل فيك ايه؟ ها؟ لا شك ان هي ممكن تتبرى منك، ده اقل واجب يعني تتبرى منك. انا ايه اللي انا عايز اقوله بقى؟ اللي انا عايز اقوله طبعا هو ده صلب الموضوع على فكرة. اللي انا عايز اقوله ان اي انسان لو حتى عنده بيجري في شرايينه دم صراصير، واخدين بالكم يا جماعة؟ صراصير ابيض، لو سمع سب اباه وسب امه لغضب. يا عم اسلام اسماعيلاوي استنى بس، نزل عليكم مش وقتها دلوقتي، ده انا بتكلم عن ابوه وامه. لو سمع سب ابوه وسب امه، لو بيجري في دراعه دم صراصير سيغضب ولن يجلس في هذا المكان. لكن انه يرضى ان يجلس في مكان يسب فيها الله ويسب فيه الرسول ولا يهتز له ساكن ويقول لك انا مسلم، والله والله انا مسلم. يا جماعة هو انتوا هتكفروني ولا ايه؟ انا مسلم. يعني يقذف عرض ام المؤمنين عائشة وانت قاعد مسلم. والهدوء وادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ويعني الرفق يا جماعة، ونتكلم معهم بالحسنى. ده مسلم؟ ده لو احنا نحينا فكرة الاسلام على جنب، ده ما عندوش كرامة، ده ما عندوش اي حاجة. يعني حتى دم الصراصير مش بيجري في جسمه، لا ده ما فيش دم اصلا. واضح يا جماعة؟ فالانسان اللي بيرتضي ان يجلس في مكان يسب الله ورسوله فيه ولو تم توجيه سب وشتيمة لأبيه وأمه يغضب لأبيه وأمه، ولا يغضب لرسول الله ولا لأمهات المؤمنين ولا لدينه، الإنسان ده طبعا يعني لا يشك في كفره. طبعا بعد إقامة الحجة عليه وبيان اللي أنا قلته. يعني لما أعمل له مقارنة بين سب الأب والأم ويكون معلوم لكل السامعين أنه سيغضب ثم بعد ذلك يرضى
أن يكون في مكان يسب الله ورسوله فيه، هذا الإنسان لا يشك في كفره. ونقرأ هنا قول الرب سبحانه وتعالى في سورة النساء: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها نعمل إيه يا رب؟ ندعوهم بالحسنى ونقعد كده يعني نحط أعصابنا في ثلاجة ونحط تلج كده في دمنا بدل الدم يجري في جتتنا، يجري في جتتنا تلج وليس دما؟ ولا نعمل ايه يا رب؟ فلا تقعدوا معهم. لا لا أداة نهي، لا تدخل على الفعل المضارع. لا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. حديث غيره يعني يتكلموا في اي حاجة غير الدين، يتكلموا في الكورة، يتكلموا في الطبيخ، يتكلموا في اي حاجة غير المواضيع الدين، حتى يخوضوا في حديث غيره. طيب يا ربي لو قعدنا معاهم ايه اللي يحصل؟ انكم اذا مثلهم. وربنا سماهم منافقين، قال ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. والمنافقون هؤلاء مكانهم فين؟ في آية أخرى قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، في قعر جهنم. تفضل يا أستاذ تيكن، معاك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. أولا أكسيوس، أنت قلت حقائق وبارك الله فيك، وإنما منهاجك خاطئ. كان من الأحرى أن تهدي أخوك أبو عماد الذي صرح وقال بصريح العبارة: كل ما أدخل إلى غرفة الملحدين نشوف طاكين. كان عليك أن تطرح عليه السؤال: لماذا تذهب إلى تلك الغرفة؟ إذا ذهبت إليها مرة خطأ فأنت معذور، وإنما كلما تدخل يعني في طاكين. هذه أولا تهدي أخوك أبو عماد وأنت تعرفه هو أخوك. أوكي. ثانيا، كان من الأحرى أن تقول له لا تهجر بالمعصية على أخوك. ما هو دليلك؟ وحتى وإن كنت أنا مخطئ وندخل في غرف الملحدين في الماضي، أهل تجهر بالمعصية؟ أليس كذلك يا أكسوس؟ قال عماد: كلما دخلت إلى غرفة الملحدين أجد طاكين. إذا أنت متداول على هذه الغرفة، لماذا تأتي إلى هذه الغرفة؟ يا تيكن سامعني يا تيكن؟ الكلام اللي انا قلته عندك رد عليه؟ مالك دخل بأي حد، انا اتكلم عنك. عندك رد عليه؟ خد المايك علق على كلامي. وايه الكلام اللي قاله ابو عماد؟ انا مش عارف هو ايه الكلام اللي قاله، لان انا خرجت دخلت ادمن ففات مني حوالي 30 ثانية كده. ايه الكلام اللي هو قاله؟ قال ايه وانت بتقول يا سيدي هو قال ايه؟ علشان بيكذب. ما اعرفش هو قال ايه. قال ايه يعني؟ عشان اوضح. تكلم عن نفسك انت يا ريت تكتب لي كده يا ابو عماد هو قال ايه. خد يا تيكن. طب قول لي يا ابو عماد، معاك المايك. حبيبنا يكفي الكلام، الإخوة سمعوه هنا على العام. أنا قلت أنا مرة دخلت غرفة ملحدين لقيتك هناك ما استحملت دقيقة. قلت إن أنا خرجت فورا وما استحملت دقيقة. ما حصلش أكتر من كده، ده كذاب. اتفضل يا حبيبنا، المايك معاك. معلش عندي صدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوكي، أنت دخلت مرة وربما أنا تاني دخلت مرة صبتي أبو عماد.
دوك ما نقعدوش انا دخلت مره وانت مرتين ومره ثلاث. حتى وان دخلت انا، شوف يا اخي ابو عماد، حتى وان دخلت انا الى غرفه الملحدين وصبتك يا ابو عماد في غرفه الملحدين ما نجهرش به، ربما سانصحك، فاهم؟ ربما سانصحك ونقول يا ابو عماد ما تروحش في غرفه الملحدين. بس ولكن انت كل ما انا ادخل الى هذه الغرفه شهر بيا انت تدخل في غرفه الملحدين وكذا وكذا ولا تؤمن بالاعجاز العلمي وكذا. هذه يا اخي هل تجوز يا اكسيوس؟ سؤالي، هل يجوز هذه الطريقه هذه يجوز؟ اولا بالتالي وش تفضلت به يا اكسيوس؟ سؤالي هل هناك، ما فهمت سؤالك، ما هو سؤالك يا اكسيوس؟ هاك تفضل ما يكري. والله أنا تكلمت كلام عام، وإن كان الكلام ده لا ينسحب عليك وانت ما بتخشش عند المشاهدين ولا حاجة، وما عندكش طعن في كلام الله ولا حاجة، فالكلام ليس عليك. انت كتبت لي على التكست اسمع مني اكسيوس، حصل؟ ولذلك انا لما اخدت المايك برد على ابو عماد قلت ايه؟ قلت هو ما فيش مشكلة ان يكون في انسان لا يستوعب مسائل الاعجاز العلمي في القرآن، ما عندوش علم بالموضوعات دي، وحتى لو في حد شرح له ما بيفهمش، عادي، الكلام ده لا يقدح في ايمانه اصلا. ولكن قلت ان هذا الكلام يسبب اشكالا اذا تدرج الانسان من مسألة انه لا يعتقد بوجود شيء اسمه الاعجاز القرآني في القرآن الى الطعن في بعض ايات القرآن. واضح الكلام؟ اتفضل معاك المايك، سمعني بقى انت، كلمني عن نفسك، اتفضل. السلام عليكم. شوف يا أكسيوس، أولا كلام الله فهمتني، إلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان حتى يعني شك فيه، لا ريب فيه. هناك حقائق علمية وهناك نظريات علمية. السلام عليكم. مأديرة، هل هناك صوت؟ أولا باش نتفقوا يا أكسيوس، كلام الله القرآن الكريم ولا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما كاش متى انتم من المفروض تكون أهل السنة، احنا في غرفة أهل السنة. كلام الله قال الله وقال الرسول لا أرجع فيه ولا ريب فيه. أوكي، هناك حقائق علمية وهناك نظريات علمية. النظرية العلمية لا ننظر فيها، نتكلم عن الحقائق العلمية. القرآن، هذا القرآن الكريم أنا شخصيا أراه كتاب عبادة وكتاب توحيد. هناك آيات كونية بطبيعة الحال، ولكن أنا وش قلت ونعاود كلام اللي قلته في المرة السابقة. أنا قلت الموضة الجديدة في الإعجاز العلمي للأسف يعني علماء ولا ما نقولهمش علماء يتكلموا كل ما تكون هناك حقيقة علمية يروحوا آية قرآنية، فهمني يا أكسيوس، ويفسروها على حسب هذه الحقيقة العلمية. أنا كما قال الأخ سابقا، قال لك لماذا الله في كل آية في القرآن يذكر صم بكم؟ صم بكم هو أعطى تفسير تاعو، تكلم بالتفسير تاعو، التفسير تاعو ولا التفسير منقول. قال صم بكم لأن لا تستطيع أن يكون واحد بكم ويسمع، دائما نصيبه صم بكم. هذا تفسير، ولكن هذا تفسير ليس يعني أنا أقول لك حبر سيالة، وكل ما نقول حبر سيالة، هل هذا يعني أن السيالة بدون حبر؟ هذا هو ما كنت أقصده. وهل هذا الكلام، هذا التفسير صم بكم
كان يقصد به الله عز وجل أن البكم لا يستطيع لماذا؟ يعني هنا هل هناك آثر في السنة؟ أنا أعرف تفسير القرآن، تفسير باللغة والتفسير بالحديث، وإنما التفسير هذا بالإعجاز العلمي ما عندوش دليل، يعني ما حاجة جديدة، حاجة جديدة. أنا نقول لك آيات كونية، وربما يعني هناك بعض الآيات واضحة، يعني ما فيهاش تأويلات وما فيهاش ما نصيبوش تأويلات، لأن هذه الأمور هذه في غالب الأحيان يعني تروح للتأويلات وتفسيرات وتعميم، الواحد لا يستطيع أن يقتنع بها 100%. ولكن هناك آيات يعني كونية كالجانين كما قلت، ولا هذه باينة، هذه واضحة. ولكن هذه التأويلات اللي راهم يتكلموا عليهم أصحاب الإعجاز العلمي، ولست أنا فقط الذي أتكلم في هذا الشيء، هذا الكلام علماء من أهل السنة. إذا سمحت نجيب لك كلام علماء يا أكسيوس من أهل السنة، من أهل التوحيد. نعطيك كما راني نتكلم أنا، وأنا راني نقول هذا الكلام، وأنا مقتنع بهذا الكلام. إذا اتضحت لك الصورة واتضح لك الكلام، ربما اللهجة تاعي جاتهم صعيبة باش يفهموا، وضح لهم الأمور. لهجتك واضحة يا تيكن. الصوت واضح يا جماعة؟ هل الصوت واضح؟ الكلام اللي انت قلته يعني في الجملة كده ليس فيه إشكال، من ناحية انه صحيح لا يصح ان يذهب انسان كلما وجد شيئا علميا دلل عليه بعض العلماء الغربيون وخاضعة للخطأ والصواب وغير هذا، فلا يصح أن نتعامل مع كتاب الله بهذه الطريقة. هذا صحيح، لكن أيضا لا نستطيع أن ننكر أن هناك أشياء هي واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، أن ما توصلوا إليه نص عليه كلام الله قبل 1400 سنة، وهذا مصداق لقول الرب سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فهناك آيات، نعم هناك آيات كونية في القرآن الكريم، نعم، والله سبحانه وتعالى ذكر أن هذه الآيات سيريها للناس من باب التدليل على صحة الوجود الخالق وغير هذا، نعم. فالجزء الأول اللي انت طرحته ما فيهوش مشكلة، ان التصرف أنك تنكر على من يتصرف هذا التصرف الذي هو كلما وجد شيئا علميا يهرع إلى كتاب الله يريد أن يستنطق آيات الله بهذا الكلام. طبعا هذا التصرف هذا التصرف لا يليق وليس صحيحا. لكن إذا وجدنا آيات تتكلم على سبيل المثال عن أطوار خلق الإنسان، يا تيكن، أطوار خلق الإنسان، وأن الإنسان يكون نطفة ثم يكون مضغة ثم يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم تكسى العظام باللحم. هذه
الأشياء دقيقة تتكلم عن أمور علمية كبير من الذي قلته، ولكن لا يمكن أن نضع رأسنا في الرمل ونقول يعني ما حدش شايفنا، أو ندفن الحقائق ونقول يعني نحن نعترض على ما يسمى بالإعجاز العلمي. الكلام ده ليس من حقك، وإن كنت شخصيا أنت شخصيا لا تقبله فهذا شأنك، ولا يكفرك أحد عليه بالمناسبة، ولا يكفرك أحد ولا يخرجك أحد من دائرة الإسلام لأنك لا تقبل أن يكون في القرآن إعجاز علمي، لا يكفرك أحد بهذا. لكن قد يكون هناك إشكال إذا كما قلت إذا انتقلت إلى بعض الأشياء التي تقول إنها مخالفة لما توصلوا إليه في العلوم الحديثة. أرجو أن يكون كلامي واضح يا تيكن. هل عندك إشكاليات؟ دعك الآن من مسألة الإعجاز العلمي. أنت لماذا تدخل إلى غرف الملاحدة؟ أو إن كان الأمر مرة واحدة وانتهت ولم تعد تدخل إلى هناك؟ يعني يا ريت تعرفني، تفضل أجبني. السلام عليكم. شوف يا أخي أكثر، أنا كنت ندخل غرف الملاحدة وكنا أحاول بقدر المستطاع، لأنه في غرف الملاحدة يطرحوا شبهات، وأنا بقدر المستطاع نحاول نكون يعني شد أعصابي ونحاور الناس لهذه الملحدين بأشياء يعني على حساب يعني بالعالم المنطق اللي يحسوا به هم، فاهمني؟ كل واحد غيور. كان بزاف يعني كان كثير من الناس ما يدخلوش، يعني يدخلوا الغرف الملاحدة ببسودو آخر ويبدأ يسب فيهم ويشتم فيهم. علاش؟ بصح أنا كنت ندخل، أنا شخصيا كنت ندخل غرف الملاحدة وكنت بقدر المستطاع نحاورهم. اليوم عندي تقريبا شهرين ما دخلتش غرفة الملاحدة، وكان إخوة قبلك يا أكسيوس هو بن عاشور سوف يطلع على المايك نصحونا، قالوا لنا ما تدخلوش الغرفة الملاحدة. علاش ما تدخلوش؟ قال فيه السب وفيه الشد وصح هذايا، وكذلك راكم تديروا لهم في الإشهار. تدخل غرفة الملاحدة وتعمر الغرفة الملاحدة أكدر لهم الإشهار. بصح أنا كان كل ما ندخل غرفة الملاحدة وإذا حبيت اسأل هذه الملاحدة وقل لهم طاكين هل كان يأتي إلى هنا ليصفق أم ليدافع عن الإسلام؟ أنا نروح منخف حتى واحد. شوف يا أكسيوس الناس كثير اليوم يتكلموا مع الشيعة وتشوف الغرف مع الشيعة. حبذا لو أن المسلمين اليوم يديروا غرف لمحاورة الملاحدة. الشيعة خلاص الشيعة أي واحد يجاوبهم الشيعة هذا الرافضة. الملاحدة هذه المشكلة، مشكلة العصر، فاهم؟ اللي لازم الواحد يناقشهم ثم أصحاب العلم. أنا نروح نناقش على حساب نروح على قدر المستطاع، ولكن أنتم اللي عندكم العلم تقدروا تناقشوا هذو أصحاب الإلحاد ولا أغوستيك وهذا اللادينيين. أوكي ما يفرق. يعني من قال لك أننا لا نجيب الملاحدة ونحاورهم؟ أنت مغربي يا تيكن، مغربي أظن، لهجتك ربما مغربية. الحقيقة اختلطوا علي اللهجات المغربية كلها. مغربي حضرتك يا تيكن؟ مغربي حضرتك من المغرب؟ بيردش ليه؟ في صوت؟ هل يوجد صوت؟
من الجزائر. في القسم المغربي يعني في الميدل ايست، حسب التقسيم التابع للبلدان، ليس الميدل ايست فقط. في القسم المغربي يوجد غرفة تحاور الإلحاد. أيوة أوكي، من الجزائر أوكي. في القسم المغربي يوجد غرفة تحاور الملحدين، غرفة إسلامية يقوم عليها إخوان مسلمون في القسم المغربي. تعرف هذه الغرفة يا ساكن؟ يعني دخلتها من قبل؟ تعرفها؟ طيب استنى أشوف لك اسم الغرفة وادخل هناك. Middle East by Country، يعني تبع التقسيم التابع للبلدان. مروك، اسم الغرفة أنتي إلحاد ماروك. أنتي إلحاد ماروك. اكتب لك اسم الغرفة ولا؟ أنتي إلحاد ماروك تقريبا، يعني هكذا. نعم، أنتي إلحاد ماروك. روح الغرفة هناك واسمع إخوانك هناك. الغرفة يعني تبارك الله، يعني فيما سمعت أنه أسلم فيها من الملاحدة عدد. هناك عدد من الملاحدة أسلموا في هذه الغرفة. الغرفة هذه مفتوحة فقط للإلحاد. أظن واضح من اسم الغرفة أنها خاصة بحوار الملحدين، أنتي إلحاد. فاذهب إلى هناك يا أخي تيكن وابقى مع إخوانك. هذا من ناحية أخرى ليس مطلوبا منك لا شرعا ولا عرفا ولا مطلوبا منك يعني تحت أي مسمى أن تتواجد في مكان يسب الله ورسوله فيه. مرة أخرى يا تكن، لست مطالبا لا شرعا في القسم المغربي يا سعد، في القسم المغربي في الميدل ايست باي كانتري مروك، هتلاقي الغرفة في القسم بتاع المغرب. ليس مطلوبا منك، وعليكم السلام كده، ليس مطلوبا منك لا شرعا ولا عرفا ولا تحت أي مسمى أن تتواجد في مكان يسب الله ورسوله فيه بحجة أنك تجيبهم بالمنطق. واضح؟ بل العكس هو الذي أنت مطالب به شرعا. العكس هو الذي تطالب به شرعا. بعمل دعاية للغرفة. العكس هو الذي أنت مطالب به شرعا. وهو إيش؟ ما هو عكس هذا الكلام؟ العكس هو أنك تفر إذا سمعت سب الله وسب رسوله في مكان. إذا سمعت سب الله وسب رسوله في مكان تفر من هذا المكان، تفر. ولو ارتضيت بالمكث معهم بعد بيان هذه الآية يعني لا يؤمن عليك من أن تدخل في وصف الله لمن يفعل هذا بالنفاق. لا يؤمن عليك، ولا يؤمن عليك من أن تستحق الوعيد الذي في الآية: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. كيف يفر ومسلم لا يفر. بقول لك يا فريد، انت هيرو صحيح ولا ايه قصتك؟ هيرو ولا هيرو على التكست بس يا فريد؟ ايوه انت هيرو على التكست بس ولا هيرو حقيقي؟ انت يا فريد ولا ايه قصتك؟ الحوار يا كعبوب، حياك الله كعب الاول، ان هناك اخ من اخواننا من الجزائر يعني يدخل في غرف الملاحدة ويمكث معهم ويزعم أنه يدافع عن الإسلام، أنه لا يصح هذا، وأن هناك غرف مسلمة تحاور الملحدين.
فواضح ان في فريد هنا. انا لما ادخل لا اهرب وانما اوطي الصوت واسب يسوع وانسى. انت ايه دينك يا فريد؟ اللهم امين وإياك. ايه دينك يا فريد؟ لك دين يا فريد؟ معاك مايك يا فريد يا حبيبي؟ معاك مايك؟ طيب انا خلصت كلامي. وواضح يعني ان في فريد بيلعب على التكست، فاتفضل يا ابو عماد معاك المايك. ترجع لك الاداره ان شاء الله. السلام عليكم. السؤال بقى اللي